مصمم مش ماشي قبل ما تتكلم. بصلي وفهمني قريب ولا بعيد، حزين ولا سعيد، وما ارتحناش. مطرب مميز بصوته القوي، بس ظهوره في البرامج قليل جدا. جورج وسوف مصر على رأي مصطفى كامل، عند الضحك نلاقيه وعند الحزن ما اقولكش. بهاء سلطان جورج وسوف مصر دايما موجود. بدايته كانت في الكورال، وألبوم ومالنا كان سبب انه يحتل المركز الاول بين المطربين المصريين الاكثر بحثا على جوجل. محبوب جدا من الناس، بس بسبب عنده ودماغه صغيرة قعد سنين كتير في البيت من غير شغل. بهاء الاسم واللقب سلطان الغنى. بهاء فتحي محمد سلطان مغني مصري اتولد في اكتوبر 1972 في منطقة حدائق القبة بالقاهرة. حصل على البكالوريوس في كلية التربية الموسيقية. كلكم فاكرين ان مسيرته الغنائية بدأت في اواخر التسعينات مع المنتج نصر محروس، بس لما اتسأل قال غير كده خالص، وقال ان بدايته كانت قبل كده بكتير. عملت كورال، اشتغلت في كورال مع الاستاذ حسام حسني، كان سنة 94. وخلال الفترة اللي اشتغل فيها مع حسام حسني حصلت له المفاجأة اللي غيرت حياته 180 درجة. اللي حصل ان احنا كنا بنغني الاستاذ مصطفى شريط، كان بيعمل شريط لمجاميع. لما جه الاستوديو حضر مرة التسجيل، فسمعني بقى الاستاذ مصطفى، فقال لي طب سمعني كده، فسمعته برضه حاجة شعبي كده، فالصوت عجبه. فقال انا هحدد لك ميعاد مع الاستاذ نصر، ورحت قابلت الاستاذ نصر برضه وغنيت له نفس المقول اللي انا كنت قافش فيه ده. حلو ده. فقال لي صوتك حلو بتاع، سيب تليفونك عشان ايه لما نعوزك هنبقى نكلمك. بهاء ما كانش مصدق نفسه بعد ما قابل مصطفى كامل، وخصوصا انه وقتها كان بيغني علشان حابب الغنى، وما كانش لسه متوقع ان الدنيا هتفتح له ابوابها بسرعه كده. بس اللي يضحك بجد الفكره اللي كان واخدها عن المنتج نصر محروس. استاذ نصر بتاعه وانت بتكلمنا كنت فاكر حضرتك يعني راجل كبير وبلابس جلابيه وكده. ومن هنا المنتج نصر محروس طلب بهاء علشان يجربوا اغنيه احلف، وعجبته جدا بصوته، واشتغلوا عليها ونزلوها سنه 1999. التعب انت الداوي. وفي نفس السنة نزل بألبوم يلي ماشي. يلي ماشي وناسي اني ليا في عيونك اماني. ورغم انه كان صوت جديد، بس اغاني الألبوم كسرت الدنيا، وخصوصا اغنية يا ترى. يا ترى يا حبيبي، ولسه لحد دلوقتي فاكرينها وبنغنيها، ولما بتشتغل بنتفاعل معاها من تاني. ونيجي بقى لسنة 2000 لما نزل بتاني أغنية سنجل ليه في ألبوم فري ميكس 2 بيننا. إننا مكتوب لنا. أما الألبوم اللي نزل سنة 2001 وحقق نجاح كبير بجد وانتشار واسع بين الناس، فهو ألبوم 3 دقايق. طبعا كلكم عارفين الأغنية دي انتشرت ازاي، وكمان قد ايه الناس كانت متأثرة بيها. انما اللي ربط اسمه بالجرح والحزن هي أغنية جرحني مرة. والأغنية نجحت برضو، بس مش نفس نجاح 3 دقايق. كله كوم، وأغنية ما يردش كوم تاني. بس الأغنية اللي اكتسحت كل ده وكانت سبب في نجاح الألبوم هي أغنية يا هاجرني. طالت مواعيدك. وسنة 2003 نزل الألبوم اللي غطى على كل اللي فات وعدى بمراحل، وهو ألبوم قوم وقف. وانت بتكلمني. المميز في الأغنية دي إنها كانت من كلمات وألحان تامر حسني، وكمان تامر كان موجود كموديل في الفيديو كليب مع بهاء. أما أغنية يلي بايع، طب يلي بايع، فخدت المرتبة التانية في الانتشار والنجاح. بس الأغنية اللي نجحت لكن ما خدتش حقها في الألبوم بجد هي أغنية عاللي بيحصل لي. عاللي بيحصل لي. كل اللي فات حمادة واللي جاي حمادة تاني خالص. سنة 2006 نزل بألبوم كان زمان. كان في زمان. بس اللي اكتسحت الشوارع والبيوت وكسرت الدنيا أغنية الواد قلبه بيوجعه. الواد قلبه بيوجعه وعايز حد يدلعه. ومش بس كده، وكمان أغنية قلبك يا حول الله. قلبك يا حول الله. في الفترة
الفترة دي بهاء سلطان والمنتج نصر محروس وقفوا شغل مع بعض لمدة 5 سنين تقريبا، بس رجعوا اتعاقدوا تاني مع بعض في 2009 والعقد كانت مدته 5 سنين، واتفقوا انهم هيشتغلوا فيهم على 5 ألبومات. اكيد كلكم فاكرين اغنية انا مصمم. انا مصمم مش ماشي. ما كانش في حد ما بيسمعهاش وقتها، ولحد النهارده لما بتشتغل بنتفاعل معاها ونتأثر بيها. والأغنية دي نزلت سنة 2011 في ألبوم ومالنا. ومن ضمن أغاني الألبوم اللي عملت ضجة وقتها أغنية 100 100. كلكم عارفين مسيرة بهاء سلطان الفنية الناجحة، بس حياته كانت مليانة بالأزمات النفسية والفنية. أول أزمة تعرض لها كانت بعد موت أخوه، ويا عيني ملحقش يفوق من صدمته إلا والصدمة التانية جاية وراها على طول لما مات والده هو كمان، وده أثر على نفسية بهاء جدا. وقبل ما يتعافى جات له الضربة القاضية وهي موت والدته في 2012، وده خلاه بعد عن الأضواء والوسط الفني، وكمان خسر وزن كبير والحزن بان على ملامحه. بس اللي خرجه من الحالة دي جوازه من بره الوسط الفني من جرمين مجدي سنة 2013، رغم انها اصغر منه ب15 سنة، بس لقى نفسه معاها وقدرت ترجعه للناس وللفن. كرمنا الحمد لله بعديها بكانت الجواز وبنتين عندهم 2 وشهرين دلوقتي، وولد احمد عنده 9 شهور. عنده منها التوأم كادي وكاندي، وولدين وهم احمد ومحمد، علشان يكونوا هم طوق النجاة بالنسبة له من مشاعر الفقد اللي عانى منها سنين. وبعد كده رجع لنا بألبوم بدعي يا رب، بدعي يا رب، اللي نزل سنة 2014. كان أقل من المستوى اللي الناس اتعودت عليه بكتير، ويمكن علشان كان ألبوم ديني محققش النجاح المتوقع. وممكن نقول إن أغنية بندور على السعادة هي اللي انتشرت شوية. وبعد الألبوم ده قعد حوالي 7 سنين في البيت من غير شغل، بس المرة دي غصب عنه مش علشان نفسيته. تعالوا بينا احكي لكم الحكاية من الأول. في 2014 برضو اشتغلوا على ألبوم سيجارة ونزلوا أغنية أسيبك. أسيبك ليه؟ الأغنية حققت نجاح أكبر من المتوقع وخلت الناس مستنية باقي الألبوم، بس ده ما حصلش علشان في الفترة اللي كانوا شغالين فيها على الألبوم حصل خلاف بينه وبين المنتج نصر محروس. هو كان الشركة عايزين يجددوا احتكار، وانا مش حابب حكاية الاحتكار دي تاني يعني والشرط غريب شوية ان انت يعني تدفع فلوس تخلص شغلك، المفروض كان ينزل 2014 واتركن، بعد كده المفروض انت عايز تجدد، فبنتكلم في عدد سنين، فبيقول لك انت بعد السنين دي هتدفع لي ايه؟ جو كده بقى هتدفع ايه؟ لو عشان تشتغل ادفع، ولو مش هتشتغل مش هتمضي يعني الاحتكار خلاص هتقعد في البيت. بس نصر محروس رد بالعكس ووضح انه مش عايز عقد احتكار ولا حاجة، وكمان شايف ان بهاء ما يعرفش ينجح من غيره. مشكلتي معاه ان هو واجبات وحقوق الشركة دايما بيبقى في العقد في واجبات على الشركة تقدمها، وفي نفس الوقت في حقوق لازم ترجع لها. دي مشكلتي مع بهاء. الناس فاكرة انا مش عايز بهاء يغني، انا ما اقدرش اكون عايز بهاء يغني او بهاء ما يغني. وكمان قال ان ما عندوش مشكلة في ان بهاء يرفض العقد الجديد. هو مش عايز يجدد العقد، هو حر، بس عليه ألبوم تاني، عنده ألبوم 4 أغاني المفروض يتعاد فيهم غنى، لازم يخلص اللي عليه ويمشي. وبعد كده الموضوع وصل للمحاكم وكل واحد فيهم رفع قضية على التاني. بهاء رفع قضية بالفلوس اللي ليه عند المنتج، والمنتج رفع قضية على بهاء بانه ما انتهاش من تسجيل باقي اغاني الالبوم، وكمان انه ما دفعش النسب اللي عليه من اللايفات اللي عملها للشركة المنتجة. ومش بس كده، ده المنتج رفع عليه قضية كمان بيطالبوا فيها بدفع 1.5 مليون شرط جزائي علشان يلغوا العقد. بس بهاء حاول اكتر من مرة انه يوصل معاه الحل يرضيهم هما الاتنين، واتدخل ناس كتير علشان يحلوا الموضوع، بس مفيش فايدة وفضل نصر معاند. المحامي اصلا بتاعه هو قعد معاه كتير، والمحامي بتاعه الاستاذ بهدي محمد، الاستاذ مصطفى كامل قعدوا معاه كتير، وفي ناس كتير، الاستاذ رابح صقر كلمه وقعد معاه كتير. يعني هو مش حابب يسيبك وحابب ان انت تجدد على مزاجه، فطبعا ده غصب عنك بتزهق انت بقى خلاص، يعني تشتغل بالطريقه دي ازاي؟ القضيه شغاله، هو كل جلسه بيطلب تاجيل تاجيل تاجيل. بس اسعاد يونس هي اللي جابت الخلاصه وقدرت عليهم وصالحتهم مع بعض في برنامجها صاحبه السعاده. ايوه بعد اذن الجمهور يعني. أيوة. والصحافه وكل الاعلام والناس اللي اتكلمت علينا كتير جدا، وقلت دي براءه ذمه من نصر محروس لبهاء سلطان يعني. وفعلا نزلوا الالبوم بعد البرنامج على طول، والالبوم كسر الدنيا، خصوصا ان الناس كانت مستنياه بفارغ الصبر. وكأن سجارة بين صابع تشربها وتحرقها وترمي. ومن انجح اغاني الالبوم اغنيه تعالى دلعك. ضرب في دماغي نروق شوية.
خصوصا انها كانت متصوره في بيت المنتج نصر محروس، والناس وقتها قالوا انه عرف ياخد حقه من بهاء وخلاه يغني له اغنيه ويعتذر له فيها. واكيد كلكم فاكرين اغنيه وبناقص حياتي معاك. والمميز في الأغنية دي إن شيرين غنت معاه كوبليه منها، وكانت لسه اكتشاف نصر محروس الجديد. وطبعا مش هننسى أغنية أنا غلطان. وانا غلطان. والأغنية دي كانت أكتر أغاني الألبوم تحقيق للنجاح والانتشار. بهاء طول عمره وهو مميز بصوته وبأغانيه، وزي ما انبسطنا بألبوماته برضه استمتعنا بأغانيه السنجل، خصوصا أغنيته اللي كانت إعلان لبنك مصر مع محمود العسيلي أنت استثنائي. انت مين؟ انت اللي في منك في الكون كتير. ومنسيش بلده فغنى لها أغنية من أفضل أغانيه، أغنية انتي الغالية يا بلادي. انت الغالية يا بلادي. وكله كوم، والأغنية اللي نزلت في 2024 كوم تاني في فيلم الهوى سلطان، وهي أنا من غيرك. انا من غيرك بتوه توهان. وفاجئنا في أواخر 2024 بألبومه الجديد كأنك مسكن. كأنك مسكن وكل لما يخلص بموت. والأغنية اللي سمعت قوي مع الناس هي حن عليا، حن عليا واعمل لي خاطر. وده كان أصغر ألبوم في مسيرة بهاء كلها، علشان كله كان 3 أغاني بس. بهاء سلطان دلوقتي عنده 53 سنة، وباعتبار الظروف اللي مر بيها نقدر نقول إن ثروته بتقدر ب10 مليون جنيه. وفي النهاية بهاء سلطان هو واحد من المطربين اللي مهما غابوا عن الأضواء صوتهم دايما بيبقى موجود في قلوب الناس. صحيح مر بتحديات وأزمات، لكن ده ما خلاهوش يقف، وفضل دايما مميز بصوته وبأغانيه اللي لسه الناس بتحب تسمعها. مهما كان ظهوره في البرامج قليل، لكنه دايما في قلوبنا ووسطنا. هنفضل نسمع أغانيه ونستنى منه كل جديد، لأنه فعلا سلطان الغنى ومش ممكن ننساه.